ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم هبة من قناة وصفات طبيعية لجمالك. الوصفة النهاردة هتكون ازاي تاخدي فوائد جوز الهند وتستعمليها للبشرة او للشعر او اي حاجة في الجسم. بما اننا داخلين على فصل الشتاء فدايما البشرة بتبقى محتاجة ترطيب، فالوصفة دي حلوة جدا لترطيب البشرة أو الشفايف أو الجسم. وكمان الزيت ده ممكن تستخدميه لشعرك، فوائده حلوة جدا. طبعا احنا عارفين فوائد جوز الهند ما بتنتهيش. زي ما انتوا شايفين أنا جايبة جوز هند جايبة جوز هند بالشكل ده. جايبة النص واحدة بالطريقة دي كده. هي بيبقى من بره بتبقى خشب كده، وانا مقشراها طبعا، بس حبيت ان انا اسيب لكم الجزء ده عشان تبقوا شايفينها بتبقى عامله ازاي. والجزء دوت هو اللي بينشال وبتستخدميه في الوصفات. تمام. وجواها كان في الكريم ده كله، مش عارفه اسميه ايه. كل ده كان جوه الثمره بتاعه جوز الهند. طبعا كان موجود على الجدران بتاعها. انا بدأت ان انا اشيلهم كده، كمان هستعملهم في الوصفة بتاعتي لان فايدة جوز الهند فظيعة جدا ما بتنتهيش. تمام. وجبت زيت زيتون، زيت زيتون بكر. يكون زيت زيتون في زيت الزيتون زي ما قلت لكم قبل كده، لازم تحرصي ان انتي تشتريه يكون في ازازة غامقة، لان اللي بيتباع في الازايز الغامقة بيبقى زيت طبيعي، ما بيكونش مضاف عليه اي حاجة، وهم بيحطوه في الازايز الغامقة دي علشان يحافظ عليه، لان الزيت الطبيعي دايما بيتأثر بالضوء، فهم بيحافظوا عليه وبيحطوه في ازايز غامقة باللون ده زي ما انتوا شايفين. انا هجيب دلوقتي ثمرة جوز الهند اللي عندي، وهبدأ ان انا اقطعها كده صغيرة وهرجع اوريها. انا قطعت جوز الهند كده زي ما انتوا شايفين، وكمان اخدت الكريم او المادة اللي بتبقى موجودة جوه جوز الهند، هستعملها برضو في الوصفة، مش هرميها لان فوائدها كتيرة جدا. وعايزة اقولك برضو جوز الهند لما تيجي تفتحيه بيبقى جواه مية بتسمى لبن جوز الهند. برضو تقدري تغسلي بيها شعرك، بتغذي الشعر جدا. هي ما بيبقاش فيها كمية كبيرة، بيبقى فيها تقريبا كوباية او كوباية الا ربع، يعني ما بيكونش فيها كمية كبيرة. تقدري تغسلي بيها شعر بنتك، برضو بتغذي الشعر حلو جدا جدا. ولما تيجي تقطعيه بالشكل ده ما تشيليش الجزء اللي ورا ده وما تقشرهوش، لا قطعيه زي ما انا مقطعاه كده بنفس الجزء اللي فيه من ورا. وجبت ازازة كده لونها غامق، لانه قلتلكوا ان الزيت بيتأثر بالضوء، فلازم تحطيه في ازازة لونها غامق بالطريقة دي. وانا مليت الازازة لحد هنا، تقريبا ربع الازازة فاضي، وهبدأ احط ال- الجوز الهند اللي انا قطعته جوه الازازة. وهحط طبعا كل اللي كان موجود جوه جوز الهند بالطريقة دي، لان هما لما يفتعلوا مع الزيت هيدوا فوائد جميلة جدا اهو بالطريقة دي. وهحط كده اللي انا قطعته، كل جوز الهند اللي انا قطعته هحطه كده جوه الازازة، وهملأ الازازة كلها زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الكمية داخل الازازة بالشكل ده اهو. وما تبقش منها كتير، حاجات بسيطة بالطريقة دي كده. وهبدأ ان انا اقفل الازازة واشيلها في مكان يكون دافي لمدة 10 ايام، وممكن تحتفظي بيها داخل التلاجة بتاعتك. بس ترجيهم كده مع بعض، يعني من كل وقت للتاني حاولي ترجيهم. وارد جدا ان انت تلاقي الزيت اتجمد وتماسك، لان جوز الهند من الحاجات اللي الزيوت اللي هي بتتماسك، يعني ما بتبقاش سايلة احيانا، خصوصا في فصل الشتاء. طبعا لو انت عايزاها بقى، لو لقيتيه اتجمد وعايزة تستعمليه تقدري تحطيه، تحطي الازازة في مية دافية، هتلاقي الزيت بدأ يسيح ويرجع تاني. طبعا لو انت مش عايزة تعملي طريقة ان انت تسيحيه بالطريقة دي، تقدري تعملي برضو الوصفة دي في برطمان، تكون برطمان يكون واسع من فوق، بحيث
ان انتي لما الزيت يتجمد تقدري تاخدي منه بايديكي وتستعمليه عادي جدا. دي كده الوصفة بتاعت النهاردة، جميلة جدا، تستخدم لكل حاجة، للشعر ولترطيب البشرة والجسم. حلوة جدا، وفوائد جوز الهند وللجسم وكل حاجة. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي. جربوها وبإذن الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.